فيأتي هذا النبي وليس معه أحد، أو يأتي معه الرجل والرجلان. هل هذا فيه مطعن في دعوة هذا النبي؟ حاشا وكلا. وهكذا أهل الحق أيها الإخوة، الكثرة دائما لا تمدح، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا ما هو العبرة بالكثرة، العبرة بإيش؟ الحق يعرف بالكثرة؟ أبدا، الحق يعرف بإيش؟ بالدليل. اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالكثرة أبدا، ما هو المقياس الكثرة. لذلك الدعوة السلفية هنا تطعن ويطعن فيها وتشوه بأنهم إيش؟ أشهد كم من واحد هذول السلفيين، شوف مسجدهم فاضي دايما، شوف كلهم كم من واحد ونصهم جاي من مدري من وين بيشتغلوا وكذا، وهذا ما عندهم. مين هذول؟ مين عندهم؟ شوف إحنا كم في الساحة لما ننزل، شوف الحزب الفلاني كم. هنا الإثبات الوجود بالكثرة. بالغثاء أبدا. يعني إنسان لا تربيه على عقيدة ولا تربيه على دين ومنهج وتوحيد، هذا لا، هذا ما تبعك إلا له مصالح أخرى. هذول الناس يعني جالسين وما في مصالح دنيوية بينهم. الإنسان بيسعى أنه يتعرف ويجلس مع أناس بيستفيد منهم، يعني دكاترة، هذا عنده مسؤول، هذا عنده منصب، بكرة إذا احتاج إشي يكلم هذا وهذا. هذول الناس اللي إيش بنجلس معهم بيحرص على مجالستهم. أما هذول جايين يعني يدروشوا شوية ويكتبوا كم من معلومة وفيش بينهم إشي، وكلهم على باب الله زي ما بيقولوا، ما في فايدة. نظرة دنيوية بحت، ما في توزيع برضو، معلش يعني ما في توزيع، ما في مغريات، يعني مغريات دنيوية ما في، ولا في مقلوبة بعد ما نخلص الدرس، ولا مطبخ خاص لهذا، ما في تقوى وفي إيش؟ أجر من الله سبحانه وتعالى، في مجالس تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله فضلك يا الله. الإنسان أيها الإخوة لا يستوحش من قلة التابعين، كما قال الفضيل بن عياض: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. أكم من واحد هدول، هم كلهم هذول أكم من واحد. عندنا العوائل إذا يعني تناحرت عائلة وعائلة ينظرون إليها، إذا عائلة صغيرة وقليلة أقول هذول إزلامهم ما بيعبوا باص، يعني رجالهم ما بيعبوا يدوب يعبوا باص، كم من واحد بسيط أمرهم، استحقار القلة. وهذا ولا السلفيين كم من واحد ما خليهم، ما عندهم شيء. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، كم من واحد. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لذلك كما قيل: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. العجب اليوم ونحن في زمن تلاطم الفتن والأحزاب والأهواء وتعمية الحق، أن الإنسان اصطفاه الله، جعله يعرف السلف ويعرف منهج السلف. هذه نعمة يا أخوة تهون معها جميع المصائب مهما ابتليت. تذكر أنك وفقت للتوحيد وللسنة ولمعرفة ودراسة منهج السلف الصالح. أتروح الدنيا كلها ما يهمني أنا، المهم أني أموت على إسلام وسنة، كما قال الإمام أحمد: هذه كرامة، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. قبور عباد أهل البدع حفرة، وقبور فساق أهل السنة وأهل التوحيد روضة. التوحيد يكفر الذنوب،
ويدخل صاحبه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تستقل ولا تستوحش هذولا كم من واحد، خلهم يقولوا. تذكر هذا الحديث أن النبي يأتي وليس معه أحد، يأتي ومعه الرهط 10 بس. أكم من واحد هذول؟ 10 بسيطة شغلتهم ما بتطلعوا لهم أصلا. أكم من واحد أنتم بتخوفوش. إن إبراهيم كان إيش؟ أمة لوحده. لذلك لا نحن يضرنا كثرة الهالكين أبدا، إنما علينا أن نستمر في هذا الطريق حتى يتوفانا الله عز وجل على التوحيد والسنة. هذا الذي نأمله من الله، ونحن إن شاء الله على خير. ندعو الناس، إن استجابوا فالحمد لله، وإلا نحن نبقى في هذا الخير العظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما همنا الكثرة أبدا، لا يهمنا. بعض الطلاب العلم يقول نحن أدعو، ما يا أخي الناس كلها ما سبحان الله ما تستجيب. أقول لهم قال الله قال رسوله، افعل كذا افعلوا كذا، السنة كذا، تجد الناس معرضين وصادين. لا يضرك. تذكر هؤلاء الأنبياء ما تبعهم إلا 1 و2، وبعضهم لا أحد، القلة. نوح عليه السلام جلس كم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا القليل. مع هذه المدة العظيمة الكثيرة، نحن لا يضركم أن يقال هذه الدعوة دعوة أكم من واحد، كلهم 3 4 ونصهم من البلدية. ما ينفع هذا الكلام. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدينا لهذا، ونتخذ أسباب الثبات. لأن هذه الدعوة يا إخوة إذا ما أخلص الإنسان نيته فيها واستمر في تعلمها ما يستمر. كثير من الطلاب يأتي متحمس، بعدين يقول لك هذه شغلتهم طويلة، كل يوم دروس وكل يوم كذا، وفيش شيء يعني. ما الواحد يعني إلا يكون في المعروف في البلد إنه الأحزاب يعني في وراها ما وراها، يعني صبر وبنسجن بس في يعني. أما الناشف هذا كل شيء ناشف. في عندك أجر تنتظره عند الله سبحانه وتعالى. لا وجهات عندنا ولا شيء. عندنا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما عندنا ولا مداهنات أبدا. عندنا دعوة إلى الحق والتوحيد. من يريد الله به خيرا يأتي به، ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أبدا. كثير من الناس يصلهم الحق لكن لا يهتدون، وكثير من الناس الله يأتي بهم يساقون سوقا، لأن الأرواح جنود مجندة. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وأنت دائما احمد الله واتخذ الأسباب التي تثبتك على الاستمرار على هذا الطريق حتى تلقى الله. تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت موحد لا تشرك به شيئا، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو المطلوب منك. ما هو بس قضية جنة شعارات، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تلقى الله بإيش؟ ما عندك توحيد ولا شيء. بماذا؟ بمجرد نطق الكلمة دون أن تفهمها. وإن الله غفور رحيم. المطلوب منك أن تتعلم وتطبق وتحقق التوحيد لكي تدخل الجنة. إذن الكثرة غير محمودة يا إخوة. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، طائفة واحدة لا يضرهم من خذلهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم كالشعر البيضاء في الثور الأسود، والشعر السوداء في الثور الأبيض. القلة ممدوحة إذا كانت على حق، إذا كانت على حق. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. لا تبالي بالكثرة أبدا، ولكن إن وجد الإخلاص
بإذن الله سيبارك الله عز وجل في هذه الدعوة ويكثرها بإذنه سبحانه وتعالى.